في كل مكان أهلا وسهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامج لايف كلينيك. لايف كلينيك مش بس برنامج لكن خطة لينا وليكم عشان نوصل لحياة صحية ونفسية جيدة ونحافظ على صحتنا. بنناقش أيضا في برنامجنا كل ما يهم الأسرة المصرية والمجتمع المصري من اهتمامات طبية ومشاكل اجتماعية ونفسية وبدنية، وبنحاول دايما ندور على أفضل حلول ليها، وده من خلال لقاءاتنا مع مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين والأخصائيين في المجالات المختلفة واللي هيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. ولو ليكم أي استفسارات أو تساؤلات ممكن تتواصلوا معنا على 1480. موضوعاتنا النهاردة مهمة لحياتنا وصحتنا. أول موضوع هنتكلم فيه عن نزلات البرد وكيفية الوقاية منها، وهيشرفنا في الاستوديو الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك والسادة المشاهدين. وشرفتنا. أهلا بك. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن علم الرفلكسولوجي أو الطب الانعكاسي. إيه هو علم الرفلكسولوجي وإيه هي الأمراض اللي ممكن تعالج عن طريق علم الرفلكسولوجي؟ ده هنعرفه من ضيفنا دكتور سعد المصري، معالج بالرفلكسولوجي والطب الانعكاسي. اسمحوا لي دلوقتي نبدأ أولى فقراتنا مع الدكتور مجدي. أهلا بك يا دكتور مرة ثانية. أهلا بك. طبعا يا دكتور خاصة في فصل الشتاء نزلات البرد بتكون يعني بزيادة شوية للكبار والصغيرين. صحيح. عايزين نعرف يعني أول ما نحس بأن احنا داخلين على دور برد المفروض نعمل إيه؟ طبعا شوف حضرتك، هو لازم بس نعرف ان البرد ده مش حاجة واحدة. البرد بالنسبة لنا احنا 200 مرض. ليه؟ لأن 200 ميكروب، في 200 فيروس، والكلمة دي مهمة جدا. يعني أنا متوقع بقى ما دام أنا قلت 200 فيروس ان انا ممكن يعني في فصل الشتاء بيبقى فيه 200 فيروس ولا يسببوا البرد؟ يسببوا البرد. يسببوا البرد. ال 200 فيروس دول فيهم واحد تحته 80 سلالة، فيهم واحد تاني تحته 40. يبقى ده ممكن انا يجيني 320 نوع من البرد في السنة واحدة. صحيح اما بيجيني البرد يبقى عندي مناعة لبعض المجموعات الأخرى، بس ممكن انا يجيني البرد مرة أو مرتين أو ثلاثة وابقى طبيعي برضه. ما نخافش من الكلمة دي. بس لو حد أصاب ببرد بفيروس معين مش يعني احتمال ان هو يصاب بيه مرة تانية، ولا خلاص بيبقى عنده مناعة؟ في الغالب لو هو الإنسان ده مناعته جيدة ممكن هيبقى عنده مناعة في الفترة دي، في السنة دي. في السنة دي وبس. بس ممكن هيجي له بعد كده السنه الجايه، ممكن يجي له من سلالات اخرى، ممكن يجي له من انواع اخرى، ممكن بقى لو مناعتي وحشه بقى هتجيني من نفس النوع ده، بس تبقى نادره شويه. بس انت قلت لك حضرتك 200 نوع، ف 200 نوع منتشرين، فممكن يجينا انواع كثيره جدا من البرد. واحنا لازم ما دام عرفنا ان هو فيروس، معنى كده ان الجهاز المناعي الجيد هيساعد الانسان على التخلص تماما من فيروسات البرد بعد فتره من 10 ايام، 12 يوم، اسبوعين بالكثير. اللي عنده برد اكتر من كده لا. اللي عنده برد كل شويه، اللي عنده برد طول الشتاء، اللي عنده برد الصيف والشتاء، يقول لك برد الصيف اشد من الصيف والحاجات دي مشهوره. يبقى لا، فيها علامه استفهام، ولازم نشوف مناعتك اخبارها ايه وليه الحاجات دي بتجيلك، ولازم اعرف انا فيروسات البرد بتجيني ازاي. مش هتجيني. بس خلينا لو حد اصيب ببرد الفيروس مثلا، يعني بيحصل له في فتره معينه بيبقى ليه الفيروس ليه دوره، دي الدوره دي بيبقى يعدي. ممكن يعدي. دي بتبقى مدتها قد ايه؟ شوف بقى حضرتك، تقريبا بيبقى مثلا من ارتفاع درجه الحراره قبلها ب3 ايام وبعدها ب4 ايام، 5 ايام، يعني نقول اسبوع مثلا ممكن. بس ولكن في حاجه ثانيه، 20% من ميكروبات البرد بتيجي للناس ويبقى عندهم الميكروب ويقولوا للناس هم ما عندهمش اعراض. دي اخطر بقى. يعني معنى كده انا دلوقتي يعني ممكن اصاب بالميكروب وانا ما عنديش اي اعراض جدا. انا خالص، انا هشتغل وهتحرك كل حاجه، بس ممكن انقله بقى للاخرين. ممكن الاخرين دول عندهم نقص مناعه تحصل لهم المشاكل. يبقى برضه نخلي بالنا، وده بيخليني ارجع مره ثانيه اقول لازم اعرف طرق العدوى هتبقى ازاي. وانا دلوقتي لو جاني البرد انا خايف من ايه؟ انا خايف، اقول لك انا خايف اهم حاجه بالنسبه لي انهم ما يعطلش انتاج الوطن. ليه؟ لان 60% من الغياب في المدارس من البرد، 30% من الغياب في المصانع وفي العمل بشكل عام في العالم كله من البرد. يبقى مهم قوي ان انا ما اخليش البرد يعطل انتاج الوطن او انتاج انا في حياتي او تمتعي بالحياه. يبقى هيخليني ما اتمتعش بالحياه. ليه؟ ان انا هغيب. يبقى انا هغيب ليه؟ ارتفاع في درجه الحراره، تكسير في العظم بتاعي، او اعراض مش قادر اسيطر عليها، عمال بقى ارشح وافرازات وبربره في الاطفال وما اعرفش ايه والكلام ده، والعين محتقنه او معاها كحه او التهاب في الحلق او في الاذن، في مضاعفاتها ممكن تعمل لي مشاكل في الجهاز التنفسي، بقى تدخل بالتهاب رئوي، تدخل بالتهاب شعبي وهكذا. يبقى خلي بالي ان انا لازم اتعامل معاها اول حاجه على حسب الاعراض الموجوده. يبقى اخد حاجه وما تضرنيش، خلي بالك ما تضرنيش. ولازم مش هنسى، انا قلت في الاول ان ده فيروس، ساعات بيشخص كويس جدا، يقول لك
فعلا انا عندي فيروس وتم تشخيصه على انه فيروس، بس انا خدت مضاد حيوي. خدته ليه يا شاطر؟ ما هو ده. طب خدته ليه يا شاطر؟ فعلا هو يعني لو حد مصاب بفيروس، المضاد الحيوي مش هينفع في اي حاجه، ولا ان هو هيشفيه من موضوع اصابته بالفيروس. يقول لك بس عايزين نعرف يعني، انا برضو عشان اعرف الفرق بين الاصابه امتى استخدم المضاد الحيوي، وايه الفرق بين يعني حد عنده فيروس او حد عنده بكتيريا. طب انا خليني اقول مش هنستخدم المضاد الحيوي الا بناء على توصيه من طبيب ماهر. دي معادله. اكيد معادله. يبقى انا مش هستخدم مضاد الحيوي مع البرد خالص خالص، الا اذا وقعت يبقى هضطر ان انا اروح للدكتور والدكتور يشخص وهو المسؤول بقى. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان انا عشان انا اخلي المواطن العادي يفرق بين البكتيريا والفيروس تبقى صعب شويه. دي احيانا بحتاج عايزه مهاره وعايزه بعض التحاليل البسيطه تطلع في دقائق. يبقى انا شخصيا ساعات ببقى مش قادر، انا مش قادر يا سيدي، ومش هديك مضاد حيوي دلوقتي خالص، ومش عايز اعمل لك حاجه، انا اعمل لك التحليل ده، اعمل لك انت بص عليه روح على بيتكم. بس انا خدت مضاد حيوي 3 و4 وما خفتش. ايوه هتخف بعد يومين 3، بس مناعتك. ساعات اقول له طب ايه رايك اما تبطل العلاج؟ يقول لي بطلت علاج يومين وخفيت يا دكتور، والحراره راحت يا دكتور، وما خدتش حاجه يا دكتور. شاطر. يقول لي طب واعمل ايه في الحراره؟ اقول له اعمل كمادات. عملتها يا دكتور، حطيت طفل في البانيو ما خفش. مين قال لك حطه في البانيو؟ يقول لك لا انا ما عندنا حد حراره بجيب البانيو احطه ثلج واملاه احط الطفل فيه، يطلع بعد كده عنده التهاب رئوي. يبقى انا دلوقتي اعرف الحراره بتيجي ليه؟ في زرار في زرار في راسي في المخ، هو بينزل حراره ويطلع حراره. يبقى انا العب في الزرار ده. اعمل ايه؟ اعمل كاميرات على الراس، اعمل كاميرات على راسي. بالظبط. هي بس ايه؟ دايما الام يعني او الاهل عموما لما بيبقوا، خاصه الاطفال لما بيبقى عندهم حراره بيبقوا خايفين على الحراره عندهم، ففعلا بيحطوهم في ميه بارده، والميه البارده دي بتبقى غلط جدا. غلط. حضرتك تنصحهم بان هي ميه دافيه، ميه بدرجه حراره مش هنحطه خالص في ميه، مش هنحطه خالص ابدا ابدا ابدا. انا هعمل كمادات على راسه فقط. يقول لك بس ايده ساعه وعملت عليها كمادات ليه يا شاطر؟ لا. في بعض الناس بيضيفوا على الكمادات كحول، مفيش مانع، برضه هيخلي الحراره تطلع. هو انا بعمل ليه الكمادات؟ عشان اخد الحاجه السخنه، التيارات بقى الحمل والاشعاع بتيجي، باخد السخن واطلعه، والتيارات بس لازم يبقى في منطقه فيها هواء، لازم يبقى فاتح الشباك، او في منطقه مش منطقه مكتومه. لو منطقه مكتومه وعندي ارتفاع في درجه الحراره مش هتطلع من جسمي. الحاجه الثانيه، هو احنا بنروح كندا او الاسكيمو مش بتلاقي الناس بيوتها معموله من الثلج؟ تدخلي جوه تلاقي في اوضه النوم مولعه دافيه طبعا، ونايمين على السرير والاوضه جوه ليه؟ لان الثلج عازل حراري. يبقى اتعلم ان الثلج عازل حراري. يبقى لو حطيت ثلج على جلد ابني السخن او بنتي السخنه، هيخبى جلده ساقع، هيبقى هو من ساقع ومن جوه مولع، هتبقى حراره ل 40 و42 كمان، لان الثلج هيخلي الجلد ينكمش. فلما الجلد ينكمش الدم هيهرب لجوه، هحس ان هو ساقع من بره والحراره من بره. بل على العكس، انا عايزه تطلع على الجلد وتتبخر بره جسم الانسان عشان الحراره تنزل. يبقى اول حاجه الكمادات، ميه حنفيه عاديه واغيرها كل دقيقه او كل دقيقتين على طول. احط الفوطه واغير كذا فوطه معايا واغيرهم. وانا احيانا مثلا ادخل البيت او حتى عندي مريض واشوفه حرارته عاليه، قبل ما اديله حقن، قبل ما اديله البوس، باخده تحت باطي واديه عند الحمام، وعندي دش كده زي المسدس احطه على راسه 10 دقائق 5 دقائق. طفل جاي بتشنج حرارته عاليه جدا، اقول لامه خلي بالك من رجله عامله ايه؟ تقول لك لسه مولعه. انا لسه سايب الدش على راسه، خلي بالك. اقول لك ابتدت تنزل يا دكتور، تنزل. يوم ما تقول لي ان رجله بقت خلاص عاديه، بوقف الحنفيه. انا ما عملتش حاجه لسه. بالنسبه للكمادات يعني